السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أحلى متابعين؟ هاي حمودة، كيف انتو؟ ان شاء الله يومكم حلو والصلاة على النبي. واليوم بدنا نقطف يقطين ونعطي للجيران. جيراننا في المخيم طلبوا اليقطين ومش أول مرة نعطيهم يا إخوان، كل مرة بنعطي الناس بيطلبوا. نطعمي الناس، وهذا حمله خفيف يعني عشان ايش؟ الدنيا حام، بموت من الحام. ولا تنسونا من المتابعة والاشتراك على القناة، وتحطوا لنا لايك على قناة مريم الغزاوية فضلا وليس أمرا. وبارك الله فيكم وكثر الله خيركم وشكرا لكم جزيلا. هاي أبو حميد راح يوقف نوديهم للجيران في المخيم. يلا روح يا أبو حميد وديهن وتعال ما تطولش. نوديهم ونرجع. هيك أجواء مخيمنا. وهينا اليوم توفرت عنا المية مالحة، هذه مش مية حلوة، لأن مش موفرة عنا المية الحلوة يا إخوان إلا للشرب، وبصعوبة لما بنحصل عليها تحت الشرب، إما مية غز مالحة. هينا اليوم يا إخوان بدنا نسقي زرعتنا، أنا شايفين خزقنا تنك وبنعملها دش خوف ما نخرب. والمية هنا بتجينا مالحة، مية غزة مالحة وليس صالحة للشرب. تحت الشرب بنحصل عليها بصعوبة. طيب يا اخوان بدكم تسألوا وين الوالدة؟ مال الوالدة ما طلعت، الوالدة تعبانة ودعواتكم لها اليوم عندها مراجعة في المستشفى، ما تنسوها من دعواتكم يا اخوان. ومريومة عند دمها كمان، حتسألوا عن مريم الصغيرة، مريومة عند دمها. هيك روتيننا يا اخوان اليومي يعني في الزريعة. لما تيجي المي وبعد ما نفل المواعين مثل ما انتم شايفين المواعين، بعد ما نتليهن ايش بزيد؟ هذه اللي بنسقي منها مية ابار طالعة من بطن الارض، مية غزة بطن الارض مالحة وليس صالحة للشرب. فاحنا بنسقي الزريعة فبتجينا مية محلاية هذه للشرب. وكل يمين لما بيجينا تنبر يعني شحنة مية كبير وللمخيم. ونفسنا نصور لكم ونفرجيكم معاناتنا لما بنصف على الشحن اللي بيعبيش اكثر من اللي بيعبي، وشحن واحد لنازحين ومخيم ما بكفي. ومخيمنا ما شاء الله كبير مش صغير يعني كبير. انتوا عارفين الواحد في الحم بيستهلك وخيم نار، يعني بنقدر نحولهن فكاسات دجاج للبيض، ما نقدرش نقعد فيهن. واجواء صفيه بتوصل عندنا درجه الحراره 31 و35، ما بنقدر على الحم هذا لأن ما تعودنا على الخيم، بقالنا دور بطول قاعدين فيهن. تبارك الله والحمد لله على هالحال وكل حال. بغسلوا البسة، والبسة كتير خربشتنا وعملنا المستحيل. شوفوا يلا اعمل على رقبتها من تحت. هذه بوس لأول مرة نغسلها، صح جتنا صغيرة لكن جتنا في موسم الشتاء ما كنا نقدر نغسلها، فعلشان هيك مغلبة في التغسيل. كمان هنا كي البسة الصغيرة ضايل دورها. البسة جرحتنا. بس مسكها عشان ما امسكش الحبل. خليها واقفة. لا عشان مثل ما انتم شايفين البسة يا اخوان كتير. اصلا هاي بستي كتير بتغلب في حتى واحنا نلعب معها بتلاقيها خربشتنا، هي نوعيتها عنيفة. يا حرام بوسي قاعدة بتتغسل، الاثنين قاعدين بغسلوها مش قادرين لها، مليانة براغيث يا اخوان. ايش عندكم وصفة للبراغيث؟ احنا بنغسلها عشان مليانة براغيث. انا مش قادر اقرب على افرجيكم البراغيث لانه هي، وشوفوا الوسخ كيف لون ميتها. شوفي هاي جرحتهم وهم بغسلوها. هي نزل برغوث.
تحصش على البلاستيك. حاولوا ما تجيبش على أدنيها. شوفوا لون ميتها كيف سودا سودا، شوفوا كيف ميتها وسخة كتير. البسة غلبتهم اليوم. بس يا لوسي لوسي بس خلينا تعصش انت عليها تستمتع مع الحكي. ارفع بدي ينام على البلاستيك. بوسي مثل ما حكيت انها هي شريرة قوية. النوعية هذه البسس قويات، خالص مش الكل بتقبل عليها، يعني بتبقى تخاف من البني ادمين اللي بيجوا علينا لأول مرة تشوفهم. يلا اعمل هذاك الثلاثة. لا خلص بتهدى هلا. شوفوا كيف يعني بنعمل المستحيل انه بشويش يغسلوها عشان مازالها قاعدين بحمموها والمي بتنزل منها وسخة وبوس. وهلا مرحلة البس الصغيرة، انتوا يمكن لأول مرة تشوفوها. البس لوسي هاي عقولة مريم بستي. هني مش عارفة ليش يا اخوان لما بنحط عليهن المي بخافن. بشوي. يلا يا محمد حط له صابون. البس بوس اللي غسلناها طلعت فوق الشادر من فوق. اذا الكاميرا جايبه لكم هي المي هذه المبلوله، هي بوسي طلعت فوق تنشف حالها. شوفوا مي، افرجيكم المي كيف هي المي بتنزل. هي بوسي قاعده بتنشف حالها، وهان قاعدين بنغسل لوسي. شوفي بوسي قلبها مزعتني. شوفي كيف الدم بشر منه. زي شوف الدم، زي الصنارات الدم جرحن ايديه البسس. محمد مبسوط النابوت خربش. مبسوط يا محمد. هاي برغوث يا اخوان، احنا في حصار وفي حرب، وفي حاجات للحيوانات بتدخل لفصيلة القطط، كفات الواحد بيلبسن بيقدرنش يخترق مخالبهن الكفات هذول. وبعدين في إلهن طوق بيبقى بلاستيك بتلبسوا على رقبتين بحيث انهن ما يعملنش الا النظر. هذول باقي يكونن عند الدكتور البيطري تاع الحيوانات، لانه كانوا يعالجوا بعيد عنكم الكلاب البسس، فيلبسوهن الطوق. بوسي قاعدة بتنوي. كفات، يلبسوا كفات مثل ما انتم شايفين، بدون كفات اني بخربشنا. لانه ذاك الجهة الثانية شوف، لانه القطط مش متعودات على تحميم او السباحه وبحبن المي مثل بعض بعيد عنكم الكلاب. يا اخوان ادعونا لزوجتنا ربنا يشفيها بالشفاء العاجل، لانها مريضه وراحت على المستشفى اخذوها الاولاد. وانتم زي ما انتم عارفين ما بتقدرش نترك الخيمه لحالها، يعني بدون حارس او بدون ونيس. فادعونا بالدعاء وبارك الله فيكم، وشكرا لجهودكم وشكرا لدعائكم إلنا، وإن شاء الله بكون في ميزان حسناتكم. وفضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد عائلتي بتنزله. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.